خير، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، واللي محتاج قراءة خاصة بيتواصل معايا على رقم الواتساب الموجود قدامكم على الفيديو. طيب، النهاردة هنعمل مع بعض قراءة مهمة جدا. آم، هنشوف بقى معاملته ليك المزعجة اللي بتضايقك. هل هو بيوجع بيها قلبك، بيوجعك ويضايقك بالرفض والبرود والتجاهل والقسوة؟ هل هو كده بيحسسك بالرفض أو الاستغناء؟ طيب لو هو كده ليه بيعمل كده؟ تمام. يعني أول حاجة هنكشف طبعا عن أسباب صمته وغموضه وبروده واللامبالاة و... وهنشوف هل هو بالفعل مركز معاك دلوقتي ولا انت خلاص مش على باله. تمام. ولا هو عنده أفكار كتيرة تانية شغلاه في حياته وفي دنيته. كمان هنعمل مقارنة ما بين المعلن والخفي من ناحية الرغبة والمشاعر. هل فعلا مشاعره المعلنة هي الحقيقية؟ يعني الرفض اللي هو بيبينه لك، هل هو فعلا ده اللي جواه، ولا الشخص ده بيرتدي قناع بيخفي وراه مشاعر ورغبة تجاهك؟ هنشوف كمان القادم ليك معاه فيه ايه. هل ممكن معاملته دي تتغير؟ في امل ان العلاقه دي تتغير؟ هل في امل ان الاسلوب ده يتحسن؟ هل في امل ان الشخص ده يظهر لك حب ومشاعر وموده ويقرب منك، ولا الامور هتستمر كده والوضع يفضل كما هو عليه؟ تمام. طيب، هنبتدي طبعا زي ما احنا دايما بنبتدي وبنشوف طاقته الاول، وبنكشف عن طاقته وبنشوف فيها ايه. بسم الله. طيب، بسم الله. طيب مبدئيا الشخص ده آم، طاقته يعني فيها شوية إنجازات كده على شوية إخفاقات. يعني الدنيا ماشية شوية فوق وشوية تحت، شوية الدنيا تمام شوية في مشاكل. الدنيا ماشية كده وكده. تمام. مش بالنسبة له يعني مش ماشية على وتيرة واحدة. ولكن شايفة إن يعني هي مايلة أكتر إن تبقى حياته صعبة. يعني ممكن يبقى عنده ضغوط، عنده مشاكل. آمم، شايف إن حياته مرهقة بتستنزفه، لكن في نفس الوقت هو شايف إن حياته دي ضرورية وإجبارية. يعني لازم اللي هو فيه ده يكمّل فيه، ما ينفعش إن هو طبعًا آآ، يتخلّص منه، ما فيش مخرج، ما فيش حل. هو شايف إن هو مُجبر على الوضع اللي هو فيه دلوقتي أو على الأشياء اللي هو فيها دلوقتي. طبعًا الحاجات دي بالنسبة له شاقة جدًا، وهو بيلاقي فيها مصاعب كتيرة جدًا. يعني ممكن يكون من أول ما بيصحى لحد ما بينام وهو في مصاعب، في مشاكل، في حوارات، في قصص كبيرة جدًا. تمام. كمان الشخص ده مش بس عنده مشاكل في حياته، هو عنده كمان مشاكل في تقبُّله لنفسه، تقبُّله لذاته، ثقته كمان في نفسه، احترامه لنفسه، إحساسه إن هو صح. يعني الشخص ده كتير جدًا بيلوم نفسه، كتير جدًا بيأنِّب نفسه، محمِّل نفسه بطاقة سلبية كبيرة جدًا. فحتى بينه وبين نفسه هو مش راضي عن حياته، أو مش راضي عن نفسه، أو مش راضي عن معاملته مع الآخرين، الطريقة يعني اللي هو بيتعامل بيها مع الآخرين، سواء بيحبهم أو بيكرههم. هو شايف إن هو يعني هو شايف إن هو مُجبر إن هو يتعامل بطريقة معيّنة، مُجبر إن هو يخفي مشاعر كُره. ممكن يكون مُجبر إن هو يظهر مشاعر محبة وهو ما يعني لابس أقنعة بمعنى أصح. هو شايف نفسه إن هو لابس أقنعة، أو عايش في وضع مُتعب بالنسبة له. تمام. طيب، الطاقة دي بتكون أكتر لمّا إحنا بنبقى مضطرين إن إحنا نخفي مشاعر الكره جوانا. تمام. طيب.
طيب شايفة للبعض منكم إن الشخص ده ممكن يكون عنده علاقة تانية. تمام، يعني البعض منكم ممكن يكون العلاقة دي مثلا ثلاثية أو رباعية أو في علاقات تانية. تمام، مش بس إن ممكن تبقى ظروف، لا ممكن كمان تبقى علاقات تانية، لأن انتوا عارفين إن العلاقات ممكن تبقى يعني في كذا حاجة قدامنا. فممكن يكون أصلا مجبر إن هو يتعامل مع العلاقة التانية دي، يبتسم وهو متضايق، لازم يهدى وهو متعصب، لازم يمسك غضبه، لازم يجامل ناس مش طايقهم، لازم يتعامل مع احترام، سوري، باحترام مع ناس هو مش بيحترمهم أصلا داخليا. تمام، فهو شايف نفسه إن هو طول الوقت عايش بيمثل. تمام، طيب نيجي بقى النقطة تانية اللي هي الضغط الأكبر عليه، اللي هي المسؤوليات والالتزامات. تمام، الشخص ده مكتف، متكبل قدامنا بالالتزامات، متكبل قدامنا بالأعباء، بالمسؤوليات سواء اجتماعية أو مادية. تمام، شايف ان هو طول الوقت بيجري ورا حاجة او بيعافر في حاجة، ولازم يستمر، لازم يفضل يجري وراها، ما ينفعش ينسحب، ما ينفعش ان هو يقول خلاص كفاية كده، ما ينفعش يقول انا تعبت. يعني حتى فكرة ان هو يصرخ ويقول انا تعبت خلاص، ما بقاش قادر يعمل ده. فاحساسه بقى ناحية كل حاجة سلبي جدا جدا، حتى الوضع المادي في الوقت الحالي هو غير راضي عنه. آم، كمان من ضمن الحاجات المزعجة جدا بالنسبة له آم، نظرة الناس ليه. يعني هو شايف ان نظرة الناس ليه كمان بتضايقه وبتزعجه. تمام، فعلشان كده ممكن يكون طول الوقت بيلبس قناع او بيمثل حاجات غير الحقيقية اللي هو عايشها. تمام، لان هو مضغوط ضغط كبير جدا جدا. طيب الابراج اللي ظاهرة قدامنا: العقرب، الحوت، القوس، الحمل، الاسد، وكمان برج الدلو والعذراء. طيب يلا بينا بقى نشوف طاقتكم انتوا فيها ايه. اه، طيب اوكي. انا شايفة ان انت حاسس في العلاقة دي بطاقة بخل شديد جدا جدا جدا. تمام، انت مشكلتك كلها مع الشخص ده بتتلخص في البخل. يمكن في مشاكل كتير، بس انت بالنسبة لك البخل ده اقوى حاجة، البخل ده اعمق حاجة، البخل ده اسوأ حاجة. تمام، انت بتشوف ان الشخص ده شحيح وبخيل معاك في كل حاجة من اول العلاقة لحد دلوقتي. فأبسط حاجة ممكن تكون تخصك وتخص العلاقة، حتى لو كلمة، بخيل معاك فيها، بيستخسر فيك الكلمة الحلوة، الاهتمام، التواصل، ان هو يفرحك بأي حاجة. زي ما بقول لك بقى في الحاجات البسيطة او حتى في الحقوق. تمام، فانت شايف ان الانسان ده بخيل، الانسان ده ماسك ايده عليك، ومش بس ايده، لا ومشاعره كمان. تمام، يعني البعض منكم مشاعر والبعض منكم مادي، بس الاغلب طبعا هو كده كده البخيل في المشاعر بخيل في المادة. تمام، طيب. طيب تاني حاجة كمان انت بتعاني منها من الشخص ده: التهديد بالرحيل. دايما الشخص ده بيهددك بالبعد، بيهددك بالرحيل، العلاقة اون واوف. تمام، دايما بيعمل معاك صمت عقابي، دايما بيهددك، مش حاسس معاه بالامان، حاسس ان انت مهدد، مش عارف راسك من رجلك. فطبعا ده مأثر عليك جدا ومخلي طاقتك وحشة جدا، لأن الشخص ده زعل وحش جدا جدا. ولما بيمارس عليك الصمت العقابي، لا فعلا بيخليك فعلا حرفيا مش قادر تكمل. تمام، يعني بتبقى طاقتك مستنفذة، وبتبقى خايف، وبتبقى قلقان، وبتبقى مش حاسس بالأمان. لا يعني تمام. وبرضه زي ما قلت لك اللي عندهم علاقات تانية، انت ممكن تكون حاسس ان هو عايز يحتفظ بالعلاقتين، يعني مش عايز يجي على نفسه او مش عايز يضحي بعلاقة على حسابك. تمام، فانت مقهور طبعا، عندك قهر رهيب جدا، تعبان جدا. بتصنف الشخص ده ان هو شخص متعب. كمان انت بتعاني جدا معاه ان انت تعرف تقنعه بحاجة، صعب المعاملة.
اسلوبه صعب، دماغه صعبة، فانت مرهق جدا في التعامل مع الانسان ده او مع البني ادم ده. تمام. نفسك خلي بالك، انا شايفة ان انت نفسك تأذيه، نفسك تنتصر عليه، مش تأذيه عشان الأذية، لا، عشان عايز تشربه من نفس الكاس اللي هو بيشربك منه، عايز تنتصر عليه، عايز تثبت لنفسك ان انا قادر ان انا اتخطاه، ان انا قادر انساه، ان انا قادر ان انا اخد قرار واسيبه وابعد عنه، مهما كان حبك ليه ومهما كان مشاعرك ليه ومهما كان قربك منه. تمام. طيب الابراج اللي قدامنا العقرب والجوزاء والقوس والجدي والحوت. طيب هنشوف بقى، هل هو فعلا مش مركز معاك؟ يعني لما بيوجع قلبك بالصمت والبرود وبيظهر لك الرفض والتجاهل، هل فعلا انت مش في باله، ولا هو بيعمل كده عن عمد؟ وايه الاسباب اللي بتخليه يعمل كده؟ تمام. طيب هنشوف مع بعض. طيب مبدئيا كده انت على باله، يعني هو بيفكر فيك كتير جدا وانت على باله، مش هقولك ان هو مكبر دماغه من ناحيتك او انت مش على باله، لا طبعا. ومحتاج لك جدا ومحتاج لوجودك جدا وبيفكر فيك كتير جدا جدا جدا. هو بيظهر لك بس البيع والتجاهل، يعني زي ما يكون بيمثل عليك ده او بيحاول ان هو يظهر لك ده. فانت دلوقتي هتستغرب، بتقول ازاي هو انا على باله وبيفكر فيا وبيتعامل معايا بالطريقه دي؟ لان البني ادم ده اتعود ان هو يخفي مشاعره زي ما قلت لك في الاول، اتعلم ان هو يلبس قناع. تمام. اتعود ان هو لازم يظهر عكس اللي جواه. يعني هو من وجهة نظره شايف ان انا ممكن ابقى محتاج للشخص ده، وبشوف ان انت الوحيد اللي اقدر اتعامل معاه، وانت الوحيد اللي بتحبني، وانت الوحيد اللي بتخاف عليا، وانت الوحيد اللي مش عايز مني حاجة، وانت الوحيد اللي بتهتم بيا و بس مضطر ان انا اتعامل معاك بالطريقة دي. تمام. لان فعلا الشخص ده هو معاك ما كانش ناقصه اي حاجة، انت بالفعل بالعقل والمنطق والتفكير، بعيدا يعني يا سيدي عن بالمشاعر وبالعقل وبالمنطق وبالتفكير، انت انسان مناسب جدا جدا بالنسبه له، وهو معاك مش ناقصه حاجه. يعني بيشوف ان انتوا مع بعض حلوين جدا، العلاقه ممكن تمشي كويس جدا. تمام. لان هو شايف من وجهه نظره ان انت فيك حاجات كتيره جدا حلوه داخليا وخارجيا هو بيحبها. تمام. زي ما قلت لك بيحس معاك بالامان، الامان ده اللي هو ما حسهوش مع اي حد. تمام. لان الشخص ده بيخون كل الناس وما بيثقش في حد، كل الناس اللي حواليه مش قادر يحط ثقته فيهم، لان الشخص ده استغل من ناس كتيره جدا، وبيشوف ان انت الانسان اللي انت الوحيد اللي مش ممكن تتخلى عنه، الانسان الوحيد اللي بتحبه لله في لله كده، مش عايز منه حاجه ولا عايز منه مصلحه، الانسان الوحيد اللي بتساعده، بيحس معاك زي ما قلت لك بالامان، بيحس معاك بالحنان، بتعرفوا تقدموا له حنيه ما شافهاش في حياته خالص. تمام. فبيفكر فيك وبيفكر فيكوا جدا وبيفكر في العلاقه، وبيفكر ان العلاقه دي اصلا وجودها بالنسبه له مكسب كبير جدا. يعني العلاقه دي مميزه جدا بالنسبه له، بتقدم له حاجات مهمه جدا، فهو يعني خسران في بعدك، هو خسران كسبان بوجودك وخسران في بعدك طبعا. تمام. يعني انت لو مش موجود، لا طبعا هو خسران خساره كبيره جدا. فهو هنا بقى لا عارف ينساك ولا عارف يتخطاك ولا عارف يبطل تفكير فيك، وعايش خلي بالك برضو في حرمان، يعني هو عايش هنا في حرمان وفي ألم شديد جدا بسببه، بسببك سوري، طاقة مزعجة جدا بالنسبة له. طيب ليه بقى هو بيتصرف معاك كده؟ زي ما يكون حد بيجبره على ده، او حد بيملي اوامره بيملي شروطه، وزي ما يكون هو خاضع قدام الشخص ده. يعني زي ما قلت لك بقى، يا ظروف جبراه، يا تدخلات من ناس، يا علاقة تانية بتجبره ان هو لازم يتعامل معاك بالطريقة دي. تمام. في هنا في حد بيسيطر عليه وهو بيخاف منه. تمام. ومش مجرد علاقة عادية، لا دي علاقة قوية جدا هو بيخاف منها جدا. تمام. فلازم ينفذ من غير مناقشة.
يتنفذ اللي بيتقال له، او ينفذ اللي بيتطلب منه. تمام. ممكن اصلا ما يبقاش مثلا علاقه عاطفيه، مش شرط ان هي مثلا تبقى حد، ممكن يبقى اب، ام، ظروف، اي حاجه بقى، اي وضع من دول بيندرج تحت الطرف الثالث. تمام. فهنا انا شايفه ان السبب مش من ناحيتك انت خالص، هو اصلا مبهور بيك وبيحبك جدا، بس المشكله هنا ان هو جبان وضعيف وبيخاف ومش بيقدر ان هو يواجه. ممكن يكون وجوده معاك هيتضارب مع مصالحه او مع مصالح تخصه او حاجات ماديه، لان انا برضو شايفه ان في ناس هنا في حاجات ماديه او ارتباطات ماديه مخلياه يبقى كده. تمام. طيب. ممكن اختلاف في العادات والتقاليد، وضع مادي، وضع اجتماعي، اي حاجه يا جماعه ممكن تبقى هي السبب، لكن المشكله مش فيك. انا بحاول اثبت لك ان المشكله مش فيك انت بالنسبه له مش مرفوض، لا هو بيحبك ومحتاج لك. تمام. انا شايفه هنا ان الاهم حاجه هي الخوف والجبن، مخليه طول الوقت بيرتدي الاقنعه وبيخفي مشاعره. تمام. طيب. طيب دلوقتي بقى هنعمل مقارنة ما بين المعلن والخفي. هل فعلا الشخص ده ما بيحملكش أي مشاعر ولا رغبة وعشان كده بيتعامل معاك بهذا الأسلوب، ولا هو بيرتدي قناع بيخفي وراه المشاعر والرغبات والتجاهل، عشان برضو نتأكد من الكلام اللي احنا بنقوله. تمام. علشان انت تتأكد كمان من صحة الكلام ده. او ماي جاد. اوكي. ده هو مش لابس قناع واحد يعني، ده لابس عدة أقنعة. الشخص ده لابس أقنعة كتيرة جدا جدا جدا. تمام. فده بيبين ان مفيش مقارنة بقى، انا بثبت لك بس. فده بيبين ان مفيش مقارنة بين المعلن والخفي. ده مليون في المية بيظهر لك عكس الحقيقة تماما اللي جواه. هو ممثل بارع، بيظهر لك كل حاجة عكس اللي جواه، بيعاملك بطريقة عكس اللي جواه، او عكس الطريقه اللي هو عايز يتعامل معاك بيها. تمام. يعني ممكن يكون بيتعاملك ببرود وتجاهل وعند وبعد، وهو بيتعذب اصلا في بعدك. تمام. مش قادر يبعد عنك، مش قادر يتقبل فكره البعد، لان انا شايفه فعلا ان انتوا بعدكم مؤلم جدا بالنسبه له. هو شايف ان قربك هو السعاده والراحه وان هو فيها فايده كبيره جدا بالنسبه له، محتاجك ومحتاج وجودك. بس في نفس الوقت برضو شايف ان قربك ممكن يخسره في الوقت الحالي. احنا بنتكلم في الوقت الحالي. تمام. فطبعا هو حاسس ان هو مظلوم وعايش دور الضحيه ومش عارف يعمل ايه. شايف ان هو مضطر ان هو يعلق علاقته بيك او ينهي علاقته بيك عشان ما يخسرش. طيب الابراج اللي قدامنا الميزان والقوس والسرطان والحمل. تمام. طيب. طيب شوف بقى ايه اللي هيحصل بعد كده. طيب انا شايفه ان هيبقى في تغير في طاقته، خلي بالك، يعني الطاقه دي مش هتفضل كده كتير، هيبقى في تغير فظيع وتغير مهول في المعامله، في الاسلوب. لان كمان يعني انت بقى هتحس فعلا ان هو كان بيتعامل معاك بشخصيه غير شخصيته الحقيقيه. تمام. لان هنا في تغيير للظروف، فمجرد ما الظروف اللي حواليه دي هتتغير، هو كمان هيتغير معاك وهيتغير من طريقه معاملته، وهتشوف انت هتشوف معامله مختلفه تماما. هتعرف وقتها اهميتك، هتعرف اهميتها غلاوتك، وقتها سوري غلاوتك. هو قد ايه بيحبك، هو قد ايه متمسك بيك. تمام. فان شاء الله باذن الله هو عنده تغيرات في الظروف، وبمجرد ما التغيرات دي هتحصل هو كمان، تمام، هو كمان هيتغير معاك. تمام. طيب لو انت سالت نفسك الانسان ده مناسب بالنسبه لي ولا مش مناسب، لا انا شايفه ان هو مناسب. لان هنا هو المشكله مش فيه ولا فيك، المشكله في الظروف. تمام. وانا شايفه ان الشخص ده زي ما يكون كده قدرك ونصيبك. تمام. او بمعنى اصح العلاقه دي كده انت يعني شئت ام ابيت لازم هتكمل فيها. تمام. طيب حبايبي دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. توحشوني جدا جدا، وباي باي.